تشتري فلاج شيب كيلر جديد ولا فلاج شيب قديم مستعمل بقاله سنتين ثلاثه؟ خلينا اقارن لك ما بين احسن فلاج شيب كيلر السنه دي هو الاونر 400 برو، واحسن فلاج شيب من سنتين ثلاثه وهو الاس 22 الترا. سامسونج شكله بريميوم اكتر وفريم الومنيوم، بس الاونر مسكته اريح وارفع واخف وعليه حمايه من الصدمات من اس جي اس. السامسونج حواف مربعه وكيرفات كبيره من اليمين والشمال، انما الاونر حواف مدوره وكيرفات خفيفه من كل النواحي. بس كبرايتنس وكالوان سامسونج يكسب بفرق كبير. كاداء معاك الايدجن 3 في الاونر ومعاك الايدجن 1 في السامسونج. طبعا الاونر هيديك اداء اعلى مع سوفت وير انيميتد وملون كده. بطاريه الاونر اقوى الضعف من سامسونج، تقريبا بتقعد 9 او 10 ساعات سكرين اون تايم. كشبكات ونت الاونر المدى بتاعه كبير، عكس سامسونج اللي لو انت في حته ما فيهاش شبكه او الشبكه فيها ضعيفه مش هيلقط معاك. بالنسبه بقى للكاميرات، في اي فلاج شيب هتجيبه سواء سامسونج او ابل هيكون احسن في الكاميرات الخلفيه كلها كصور وكفيديوهات، لكن الكاميرا السيلفي في اونر كصور كانت احسن بكتير من سامسونج الصراحه. فالخلاصه كده، انت لو محتاج اداء، بطاريه، سرعه شحن، كاميرا سيلفي، تجربه صوت احسن وتاخد تحديثات اطول، روح على طول مع الاونر 400 برو. اما بقى لو محتاج شكل بريميوم مع كاميرات، تجربه شاشه احسن بكتير مع خامات اقوى، شوف لك بقى فلاج شيب مستعمل من سنتين مثلا زي الاس 22 الترا او ال 23 الترا، وحاجه زي 13 او 14 برو ماكس.